يعني طبعا اتدرب شهرين ومات تدريبات، والولد هارد وركر بشكل فظيع يعني. ف لا طبعا احمد عامل مجهود هائل في الفيلم، سواء في تدريبات التمثيل او في تدريبات الاكشن، انه اكثر دأبا يعني. يعني عنده طاقة لانه يبذل جهد لا يمل ولا يكل فيه. الرسالة موجودة في الفيلم، ولو اتكلمت عنها في كلمتين والناس ما فهمتهاش يبقى ده ادعاء مني، لان انا هل نجحت في ايصال رؤيتي ولا لا؟ ده المهم، ده السؤال. فالسؤال يتسأل للناس، انتوا فهمتوا ايه من الفيلم؟ فلو وصلت لهم الرسالة، لكن لو انا اقول لهم الرسالة ان كذا وكذا وكذا والهوية الوطنية والحفاظ على ما اعرفش ايه، طب ده كلام. المهم الفيلم بيقول ده ووصل للناس ولا لا؟ انا اقول لك انا ناتج من ايه؟ ناتج من احباط ويأس وعدم تحقق للناس دي، وبتنفذ غضبها من ورا الشاشة. يعني انا يعني لما تيجي تبصي على الحمله اللي اتعملت على بيومي، انا طبعا انتوا عارفين موقفي اكيد، انا مع قضيه فلسطين، وانا كل يعني لو كنت اعتقلت 10 مرات منهم 7 مرات بسبب فلسطين، واول فيلم عملته قدمته راح هنقولها جيل ورا جيل بنعديك يا اسرائيل يعني. ففلسطين بالنسبه لي مش مجال حد يلعب فيه يعني. لكن انا شايف برضو الحمله كان مبالغ فيها. ليه؟ لان هم عايزين يقولوا حاجات كتير، خايفين يقولوها، فبيستوطوا حته الفنان اللي ما يتشتم مش هيتحبس بسببه. ففي حقد موجود بقى دفين عند كل اللي هو مش متحقق، وهو مش عارف يعيش كويس، ومش عارف يحقق نفسه، ومش عارف يمشي حياته زي ما هو بنفسه فيه. هو ورا شاشة ينفذ كل حقده فيه في اللي قدامه على الشاشة، ومن غير ضرائب، ولا هيتحبس ولا حد هيديله غرامة ولا أي حاجة، فاشتم زي ما أنت عايز بقى. فالحالة دي موجودة يعني، وسلطة السوشيال ميديا مكتسباها من ده، انه الحكاية بلا حساب، فانا هقولها من غير ما هدفع ضرائب. فلو انا عايز اقول له انت مش كويس، هقول له انت ابن 60 كلب، مش هستخدم انت مش كويس. واخده بالك؟ براحتي. زمان عشان تعبري عن استيائك من فنان لازم كنت تقابليه في الشارع عشان تقولي له. دلوقتي انت في ثانيه على الشاشه بتروح ضارب الكيبورد، بتقول كلمتين ويطيروا، مش كده؟ فدي حاله موجوده عامه في رايي، ان ناتجه من احباط الناس اكتر من احباطهم ويأسهم وقهرهم وعدم تحققهم، فمخليه الحكايه فيها غل شويه.